السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد من قناة الشيف خالد مافيو، فيديو جديد كالعادة. أتمنى لو أول مرة شفنا على اليوتيوب فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. أتمنى توحد الله وتصلي على النبي في تعليق. لو استفدت حتى لو معلومة بسيطة من الفيديو يا ريت ما تحرمش من اللايك عشان بيرفع الفيديو لأكتر عدد من الناس عشان تشوفه. طبعا في العيد الاضحى ناس كتير بتحب تشوي، وانا جبت لكم افضل طريقه لتقطيع الريش وتجهيزها للشوي. هنقول لك على كام معلومه. ناس كتير بتواجه المشاكل في التقطيع، ولكن مش في التسويه او في التتبيله. انت طالما التقطيع خطأ التسويه بتاعتك مش هتكون صحيحه. ازاي؟ يعني لما تقطع الريش بشكل غير صحيح بتلاقيها معاك نيه ما بتستويش، ولكن دي اللي الناس بتواجهه في عيد الاضحى، تمام؟ او عامه في الشوي بصفه عامه، يعني في الشوي عامه سواء كانت ريش او ان كانت لحوم بقري او ضاني. ناس كتير بتواجه المشاكل اللي هي ان عدم تسويه اللحمه جيدا على الفحم. فنتجنب المشاكل دي ازاي؟ هي طرق التقطيع، افضل طرق تقطيع للريش الضاني زي ما حضراتكم شايفين، وده يتطابق مع يعني يتطابق مع البقري. وهنجيب لكم برضه، هننزل فيديو ان شاء الله في اسرع وقت او في اقرب وقت عامه الفتره اللي جايه للروز بيف وللفليتو البقري، الروز بيف البقري والفليتو البقري والكوستاليتا اللي هي بتسمى بالريب اي او الانتركوت اللي هو بيسمى بالروز بيف. طبعا طرق التقطيع اللي هي الصحيحه ليهم عشان خاطر برضو الناس اللي هي مش متاحه عندها ضاني وهتشوي بقري. طبعا حضراتكم شايفين دي طريقه تقطيع الريش اهيت. الطرق برضه يا جماعه التقطيع ليها عامل خاص في التسويه. طبعا لو القطعه مش مظبوطه او القطعه مقطوعه على شكل مربع او شكل دائري، يعني لها طرق متقطعه، يعني لها طرق تقطيع معينه بحيث ان هي تستوي على الفحم وما تشدش معاك. يعني ناس بتقول ان احنا بنسيبها في التتبيله لفتره كبيره او فتره لا تقل عن 5 6 ساعات، وناس ممكن بتكون بتبيتها في التلاجة كمان ويجي يشوها على الفحم يلاقوها بتشد معاهم ومش مستويه بشكل جيد. زي ما حضراتكم شايفين الشكل الجميل الريش ده عامل ازاي. تمام، هنديكوا كمان كام ريشه كده طرق التقطيع لبيت الكلاوي. لو مش متاح عندك سكاكين او انت مثلا مش هتعرف ان انت تقطع بنفس الكفاءه دي، تخلي الجزار يقطع لك الريش. برضو عرفه ان انا محتاج الريش عشان الشوي، تقول له قطعها لي بنفس الشكل ده. حتى ممكن تنزل الفيديو تخليه عندك على التليفون وتقول له انا عاوز اقطعها بنفس الشكل ده عشان خاطر اشويها وتطلع معايا كويسه. تمام. ده بيت الكلاوي او مرقد الكلوه، ده بيكون طعمه جميل جدا في الخروف. لو حابب ان انت تشوي في من اضحيه العيد تشوي القطعه ديت بتكون طعمها جميل جدا في الشوي، وبتراوح سعرها حاليا في المطاعم من 1000 جنيه فيما فوق. يعني الكيلو بالريش بيعدي 1000 جنيه و1200، وفي مطاعم الاسعار فيها مبالغه ممكن يوصل 1000 ونص و2000 جنيه. تمام. زي مثلا قصر الكبابجي او مطاعم كتير يعني مشهوره السعر بيكون فيها عالي شويه، ولكن هي طبعا بتكون قطعه الريش عامه بصفه عامه بتكون يعتبر دي الخلاصه في الذبيحه عامه. بيكون طعمها جميل جدا وبيكون لها مذاق رائع ومختلف تماما عن باقي اللحوم اللي هي الريش اللي حضراتكم شايفينها دي. تمام. ده طريقه التقطيع، شايفين التقطيع عامل ازاي. وعشان توصل ل المستوى يكون التقطيع بتاعك كويس بنفس الشكل ده، لازم زي ما قلت في بعض الفيديوهات قبل كتير احنا بنتكلم عن تحية العيد وطرق تقطيع تحية العيد، ان انت تسيب اللحمه في الهواء او تسيبها مثلا في مكان، لو ما عندكش تلاجة تسيبها في الهواء، تعلقها مثلا في اي مكان في البيت عندك او تسيبها فتره بحيث ان هي تتشمع وتكون نشفت خالص في التقطيع. هتكون بقت كويسه معاك، تعرف تقطعها قطع كويسه زي ديت حتى تكون معاك في الشوي كويسه وما تكونش بتشد معاك. طريقه التتبيله بالنسبه للمشوي، وكان اكتر من كذا تعليق جالي على طرق التتبيله بتاعه اللحوم اللي هي المشوي. رقم واحد يا جماعه من غير هري كتير، هو ميه بصل او بصل مبشور او مفروم، تمام، على معجون طماطم سواء متاح عندك صلصه او متاح عندك طماطم اللي هي الفريش. بتحط تلتين التتبيله بصل وتلت طماطم، وتحط فلفل اسمر فقط، ولو حابب تحط جوزة الطيب بتكون حاجه بسيطه جدا. لان بعض الناس وبعض برامج كتير على التلفزيون او على اليوتيوب زي سي بي سي سفره ومواقع كتير جدا بتقدم طرق تتبيله للشوي، بيحطوا، بلاحظ ان هم بيحطوا فلفل كوبي وبيحطوا بهارات كتير. الموضوع ده خطأ. يعني بالنسبه لنا لمجالي وبالنسبه للمهنه ديت انا يعني الفلفل الاسمر وجوز الطيب، يعني يكون حتى جوز الطيب بتكون قليله جدا. اللي شغال بلدي وشغال ضاني يا جماعه فريش، يعني حاجات بلدي كلها ولحوم كلها بلدي مش مستورده، ما بتحتاجش كميه البهارات دي.
الا لحمه مجمده او لحمه برازيلي، فده بيحتاج كميه بهارات كبيره للكفته وللشوي الكلام ده كله. ولكن بالنسبه للتتبيله هي بتكون طماطم وبصل، ميه بصل كمان، ونسبه تفل خفيفه من تفل البصل، ويكون فلفل اسمر في قلب التتبيله كمان. ده افضل تتبيله تعملها. اما هتحط هتقول لي هتزود حاجات تانية، هتكون تخلي هتزود مثلا فلفل، او هتزود فلفل اخضر، او هتزود حاجات تانية، او اي بهارات، او اي اضافات تانية اخرى عشان خاطر اللحمه مثلا تستوي معاك او يبقى يكون طعمها حلو. فده بيغير طعم المشوي نفسه. وهي دي بقى السر هنا يا جماعه، ان انت ممكن تعمل مشوي ما يكونش بنفس طعم المحلات او بطعم المطاعم زي ما بتاكل المشوي في المطاعم. الفلفل نفسه او الكلام ده كله بيغير طعم الاكل او بيغير طعم التتبيله، بتتحول من تتبيله لحوم الى تتبيله فراخ مشويه. تمام. ولكن انا برضو احب اذكرك في نهايه الفيديو، لو انت اول مره تشوفنا على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ويا ريت لو استفدت حتى لو معلومه بسيطه ما تنساش تدعمنا الاشتراك بتاعك. ولو احتجت اي معلومه حتى لو كانت بسيطه ممكن تبعت لي على حساب الواتس بتاعي، هسيبه لك في اول تعليق مثبت او في حساب الوصف، تقدر تبعت لي عليه وتكلمني من حساب الواتس بتاعي لو محتاج اي حاجه بخصوص اللحوم او اي مجال انت حابب تستفسر عنه. حتى لو حابب تعمل مشروع المطاعم او حابب تعمل اي مجال كلمنا على حساب الوصف، هيكون في اول تعليق مثبت او في الوصف. وهنسيب لكم لينك القناه بتاعتي اللي هي مطبخ خالد موفي، قناه جديده هتكون مخصصه للطبخ فقط. يا ريت فضلا وليس امرا لو تشتركوا فيها، هنقدم عليهم فيديوهات برضو عن الطبخ بس. ولكن هسيبكم بقى تتمتعوا ببقية الفيديو من غير صوت.